اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه النهارده بقى مع بعض؟ هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه حلوه طبعا الكل عارفها، سينابون. تعالوا نشوف السينابون. سهل جدا وطريقه سهله ومش معقده ولا اي حاجه، برضو مكونات من بيتنا. اول حاجه انا عندي نص كيلو من الدقيق، يعني 5 كوبايات يعتبر من الكوبايه المعياريه. 5 كوبايات من الدقيق. عندي 3 معالق سكر كبار. عندي نص كوبايه سمنه عاديه. عندي كمان خميره، كيس خميره فوريه، بيضتين، وكمان 6 معالق لبن بودره. هو ده الوحيد اللي خارج اللي خارج الحاجه اللي موجوده في قلب البيت. طيب تعالوا نشوف الاول الحاجات دي كلها، المكونات دي هنعملها ازاي. هنعملها بطريقه سهله قوي وكلكم هتبقوا هتعرفوا تعملوها. تعالوا بقى نشوف اول حاجه هعملها ايه. اول حاجه انا جبت بوله اهي، حطي فيها كوبايه الميه الدافيه. كوبايه ميه دافيه. تمام. احط الخميره، احط السكر، نقلب بقى كده. نقلب بقى السكر مع الخميره واسيبها بس لمده 5 دقايق. طبعا الميه دافيه، طبعا هتقدر تتفاعل الخميره مع السكر بس لمده 5 دقايق. اول حاجه انا حطيت في قلب العجان بتاعنا اهوت، حطيت الدقيق، وبعد كده اللبن البودره. نحط بقى الملح، ذره ملح كده احنا بنحطها شويه صغيرين كده ملح. تمام. ونقلب بقى المكونات الجافه دي كده مع بعض على سرعه هاديه قوي قوي. ننزل بقى بالخميره اهو، خميره بالميه، وننزل بالبيض. تمام. وننزل بالسمنه. مش هحط ميه تاني لان في سوائل كتير، هحط بقى اقلب ونشوف الميه دي حسب العجين بتاعنا ما ياخد. زي ما انتوا شايفين هي العجينه بتاعتها، بصوا بتلزق شويه، مش بتلم خالص اهي. تعالوا بقى نغطيها ونخليها بس 5 دقايق تستريح شويه وبعد كده اجيلكوا تاني. العجينه طريه وجميله، بس هسيبها بس 5 دقايق اغطيها، و5 دقايق بس وارجع لكم تاني. كده خرجناها زي ما انتم شايفين. انا قايله لكم ان هي بتلزق حاجه بسيطه، زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتها طريه جدا وخفيفه. اول حاجه انا رشيت دقيق على الرخامه كده زي ما انتم شايفين كده معايا. طبعا العجينه ما شاء الله مش مستحمله خالص، العجينه جميله وطريه. وبصي يعني اما ارتاحت الشويه اللي ارتاحتهم بقت حلوه قوي قوي قوي. يعني بصوا المنظر، يعني هي هتتمط لوحدها. طيب اعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ خليكم بقى معايا كده. احنا طبعا لازم ان احنا نعملها العجينه نخليها مستطيله، يعني هتفضل مستطيله كده. وبعد كده هعملها بالعجله. تعالوا شوفوا معايا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده اهو، بعملها النشابه اللي عندك، اي حاجه عندك اعملي بيها، اي فرابه عندك اعملي بيها. تمام. هنفرد بقى طبعا عشان انا عايزاها السمك بتاعها يكون ما يكونش رفيع قوي ولا تخين قوي، لان احنا هنبرمها على حسب العجينه ما نفردها. تمام اهو. ونقطع بقى، وسهله جدا وبسيطه مش متعبه ولا اي حاجه. هخلص بقى عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. هخلص بس الاول فرد وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا فردت الفرده هي كلها. اول حاجه بجيب سمنه او زبده. يا جماعه انا ما بحبش ان انا اعقد الامور لاي حد، لان مش شرط كل واحد عنده زبده، معلش. احنا بنتكلم على لو حاجات عندنا في قلب البيت بتاعتنا اهو.
يعني لو ما كانتش زبده يبقى خلاص، لا. اهو انا بسهل لكم الامور والله يا جماعه، وبتطلع النتيجه ناجحه وجميله جدا. باخد مثلا 3 معالق حلوين من الزبده، من السمنه، بس بحراره المطبخ، يعني ما تكونش ولا سايحه ولا حاجه. طبعا احنا في وقت شتاء، الشتاء السمنه بتاعتنا بتبقى ماسكه اهو. انا حبيت ان انا اعملها لكم بالسمنه، علشان اللي بيقولوا لا اهم حاجه الزبده ومش زبده، لا. اهو انا كده خلصت كل الجزئيه المهمه. طيب تعالوا بقى نشوف هعمل ايه بعد كده. واهم حاجه الحروف، نتك على الحاجات دي كلها كويس قوي، ان هي كلها تكون جالها سمنه. تمام، سمنه او زبده اهو، عشان ما حدش يقول طب لو عنده زبده، اللي عنده زبده حلو قوي اهو. طيب تعالوا بقى، شايفين الطراوه بتاعت العجين؟ بصوا عامله ازاي اهو. الخطوه اللي بعد كده خليكم معايا، هنعمل ايه؟ اول حاجه انا حطيت معلقه قرفه كبيره ومعلقه كاكاو خام كبيره اهو، اقلب الاتنين بس مع بعض، القرفه مع الكاكاو. اللي حابب ان هو يحط القرفه بس يحط عادي اهو. واحط كمان معلقتين كبار من السكر، معلقتين او 3 معالق، من معلقتين ل3 معالق. ونقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض اهو، السكر بالكاكاو بالقرفه. ونعمل ايه بقى؟ هرش رشه كده زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين كده الجمال؟ اهو شايفين؟ مش عايزين بقى نسيب اي حاجه خالص اهو، ما فيهاش ولا كاكاو ولا قرفه ولا سكر ولا اي حاجه. ايه رايكم في الوصفه السهله؟ مفيهاش اي حاجه صعبه خالص، وماشيه معاكم بالمقادير خطوه خطوه اهو. طب وبعد كده هنعمل ايه؟ هعمل بس كده، احط في في الحاجات اللي ما فيهاش اهو. واهم حاجه بتكتبوا لي في الكومنتات لو عجبك الطريقه ولا ما عجبتكيش، بيكتبي لي في الكومنت. طيب بعد كده الفراده اللي عندي دي هعمل ايه؟ هدوس عليها كده عشان اهي، بس مش هعمل اكتر من كده. كده انا خلصت. بصوا بقى هعمل ايه؟ هبرم برمه رفيعه قوي قوي كده اهي، عشان وندخلها على جوه كده زي ما انتم شايفين اهي اهي. وهبرم بالراحه، واهم حاجه تكون ايديكي ما فيهاش الكاكاو ولا الحاجات دي كلها، عشان ما تتبهدلش من بره العجينه. تمام اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا خلصت برم كده. همسك الجزئيه اللي من تحت دي اهو، اتني تانية حلوه قوي كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل العجين اهو، انا كده بقفل العجين بتاعي اهو، بضغط عليها زي ما بتعملي القطايف. بصوا القطايف انتوا بتعملوها ازاي اهو، نفس الحكايه. تقفيل العجين من العوامل المهمه فيها اهو. انا خلصت خلاص اهي. تعالوا بقى نقطع السينابون بتاعنا
بتجيبي بقى يا اما سكينه مشرشره عندك يا اما طبعا بخيط اهو، وتقطعي على طول، تنزلي مره واحده اهو. طبعا نحاول ان احنا نخلي السمك بتاعها قد بعضه. تمام. حلو، هتجري. تعالوا بقى نشوف. انا كده جبت صينيه دهنتها اهي، بصوا المنظر اهي، واحط في قلب الصينيه، اخد واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طريقه سهله جدا، والعجينه حلوه قوي قوي. العجينه مش قادره اوصف لكم على جمالها، وناعمه ازاي وطريه ازاي اهي اهو. ظبطها كده، هرصها بقى كلها كده زي ما انتم شايفين في الصينيه، وارجع لكم برده تاني عشان مش عايزه اطول عليكم. انا كده خلصت السينابون بتاعنا. صينيه ما شاء الله عملت كام قطعه حلوين قوي قوي. طبعا القطعه انتوا عارفين غاليه ازاي بره. تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل اللبن المكثف مع بعض، علشان ان احنا كل حاجه بنعملها من البيت. طيب اعمل ايه في ديت؟ هغطيها بفوطه لمده نص ساعه بس، واسيبها تخمر، وبعد كده ادخلها الفرن. اول حاجه انا عندي كوبايه من اللبن، وجبت كمان يعني اكتر من نص شويه من كوبايه، نص كوبايه سكر. اقلب بقى اللبن ده مع السكر. تمام، دي اول خطوه. تعالوا بقى نحطها على النار، على نار هاديه خالص، ونفضل نقلب لغايه لما السكر بتاعنا يدوب خالص من اللبن. زي ما انتم شايفين طبعا احنا حطيناها على نار هاديه جدا اهو، وهفضل اقلب بالراحه كده، عشان طبعا مش عايزاها تشيط من تحت، ولا اللبن يشيط ولا اي حاجه. كل شويه هفضل اقلب، بس اهم حاجه ان هي تكون على نار زي ما انتم شايفين كده. شايفين بيغلي ازاي؟ وانا طبعا موطيه عليه، وكل شويه بقلب اهو، مستمره في التقليب طبعا. والعجين زي ما هو بيخمر زي ما قلنا نص ساعه. عبال ما بيخمر نص ساعه بتكوني انت خلصتي اللبن المكثف، وتدخليه على طول الفرن، يكون اللبن المكثف كمان برد معاكي. شايفين جمال الريحه؟ مش قادره اوصف لكم جمالها. بصوا عامله ازاي، طريه وجميله ازاي اهو. اول حاجه بس اول ما تخرج كده على طول نغطي بس لمده دقيقه، نغطيها لمده دقيقه بس بفوطه بس. زي ما انتوا شايفين ده كده اللبن بتاعنا اللي هو المكثف او اللبن المحلى اهو. عملناه في البيت، ما خدش اي حاجه خالص مننا. تعالوا بقى مع بعض نحط على طول اهو. انا قلت دقيقه واحده بس، صح؟ اهو دقيقه واحده بس. والعجين ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله اهو. ننزل بقى كده. ده ايه الجمال ده؟ شايفين الجمال؟ يعني مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعته عامله ازاي. ريحته جميله جدا جدا جدا. طبعا العلبه بتاعت اللبن المكثف او اللبن المحلى بتبقى غاليه عامه يعني. احنا عملناه في قلب البيت اهو، بمكونات سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص اهو. زي ما انتم شايفين احلى سينابون سهل جدا وبسيط، ومكونات سهله يا جماعه. بصوا اللون بتاعه من تحت عامل ازاي، روعه روعه روعه. ولا الريحه بقى بتاعت بتاعت القرفه، مش قادره اوصف لكم على جمالها. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده. زي ما انتم شايفين فيديو سهل وبسيط، وكله من محتويات البيت بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين،
واهم حاجه اللايك الجميل بتاعك، وتقولي لي تعليقاتك، عشان انا عايزه اهم حاجه تعليقاتك هي اللي بتديني ان انا اعمل فيديوهات تانية ليكم. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.